فوز الحمد لله مستحق، ما جاش سهل لان فوز صعيب. لعبنا ضد فريق لانه هو صعيب. عرفتوا بان عندهم نوفو اونترينور، غادي يكونوا بليس موتيفي وغادي يلعبوا ان بلوك با، ولكن الحمد لله اشتغلنا عليه الاسبوع كامل وحاولنا بان نضغطوا على الخصم وما نرجعوش للور، وديك الشيء اللي كان في الشوط الاول، واستغلنا جوج فرص وسجلناهم. الشوط الثاني كان شويه صعيب لانه مباراه تكتيكيه، والحمد لله استغلينا بان نديو 3 النقاط. السر كما قلت في لا كونفيرونس دو بريس بانه عندي علاقه كتربطني زوينه مع اللعابه، والحمد لله. والعمل اشتغلنا على بزاف ديال الحوايج، وحسيت بالدراري بدنا لو سيستيم دو جو، حسيت بالدراري بانهم حليت ليبيرا، والحمد لله الاداء تيبان في الملعب، وانا جد سعيد وكنتمنى التوفيق ان شاء الله. بالعكس انا فخور بالدراري، كنشكرهم من هذا المنبر، فخور بهم لان دراري تبارك الله كاينه لا كاليتي كما قلت، وانا جد سعيد معاهم وفرحان، وان شاء الله ما يكون غير الخير بما يحشمناش. شفنا 3 ديال المقابلات المتتاليه اللي ربحتوا بها باهداف اللي هي كبيره، واش نقدروا نقولوا انها تعطي اليوم الوعد لجماهير المصراويه ربما المغرب الرياضي الفاسي يقدر يكون من بين المراكز الثلاثه؟ شوف في الحقيقه هذاك طموحي انا طموحي من نهار خديت الفرقه، وانا طموحي نلعب على لاكاف بكل صراحه. علاش؟ يستاهل، كاينين دراري عندنا لا كاليتي يستاهلوا ان شاء الله يلعبوا لاكاف، لما لا على باش حسنا فرق واحده اخرى. العمل وان شاء الله يكون خير ان شاء الله، راه اللي يحشم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.